تخيل معايا بعد 5 سنين هيكون بين كل شخصين في شخص مصاب بوزن زايد او سمنة، وسمنة يعني امراض سكر وقلب وغيرها. الخبر الحلو هنا انك لو عرفت تنزل من 5 ل 10% بس من وزنك، يعني ما يقارب من 3 ل 5 كيلو، انت بتحمي نفسك من السكر والقلب وغيرها 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 بعد 5 سنين. تعالى معايا بحسبة بسيطة كده هعرفك انت واقف فين بالظبط من الدايرة دي وايه هيحصل معاك كمان 5 سنين. هنحسب مع بعض حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم. كل اللي محتاجاه منك هو ان انت تحسب وزنك وطولك. حاسبات مؤشر كتلة الجسم متاحة اونلاين، او انت تقدر تحسبها بنفسك عن طريق ان انت هتقسم الوزن على مربع الطول وهيطلع لك رقم. الرقم ده بيقول شوية حاجات كده عنك. والرقم ده طلع اقل من 18 ونص، كده معناه ان انت عندك نحافة ونقص تغذية ويمكن كمان نقص مناعة. اما لو الرقم ده طلع من 18 ونص ل 25، ده كده بيعتبر وزن طبيعي. ولو طلع من 25 ل 30، ده معناه ان احنا دخلنا في خطر زيادة الوزن، محتاج بس تظبطه بالاكل والحركة. اما لو الرقم طلع اكتر من كده فانت للاسف مصاب بسمنة ومحتاج دلوقتي تتحرك وتستشير الدكتور علشان تلحق نفسك وتنقذ نفسك من كل المخاطر المرتبطة بالسمنة. ولو لسه مش عارف تحسب مؤشر كتلة الجسم او محتاج اي مساعدة، اكتب لي في الكومنتس وانا هساعدك. دمتم دايما بافضل صحة وحال.